بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده كبده بالرده جميله قوي. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا سهله وبسيطه على اي بنوته كده لسه داخله المطبخ. طبعا يا بنات يا ريت بقى اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل اي حاجه توصل لكم ان شاء الله. يلا يا بنات نبدا بسم الله ونشوف الطريقه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده يا بنات الكبده معايا كده طريه جدا. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا بنات طبعا وعاملين كده معاها صلصه طحينه وعاملين معاها كده قوطه وخيار، يعني بصراحه اكله متكامله زي ما بيقولوا. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله طريه جدا وما خدتش معانا وقت خالص. اكله سهله زي ما انا قلت لكم كده، طبعا سريعه التحضير. بسم الله ما شاء الله يا بنات زي ما انتم شايفين كده. يلا يا بنات نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة مع بعض. طبعا يا بنات انا اول حاجة كده جبت مصفى كده وحطيتها كده في الحوض طبعا، ونزلت كده بالكبدة طبعا عشان تصفي اي دم فيها. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. طبعا انا سبتها كده لحد ما صفت الدم اللي فيها خالص. طبعا يا بنات في ناس بتغسلها وفي ناس ما بتغسلهاش. طبعا يا بنات احنا في الفيديو دوت انا ما غسلتهاش خالص، انا سبتها كده تصفت زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى يا بنات انا عندي كده ليمونتين 2 كبار، طبعا نزلت بهم كده عليها. طبعا عصرت كده الليمونتين كده يا بنات عشان خاطر الليمون ده بصراحة هو اللي بيضيع الزفارة معايا. طبعا يا بنات انا عندي برضو هنا معلقة كبيرة برضو كده توم مفروم، طبعا حطيت كده عليها. هبدأ بقى ان انا بنات اقلب كده الكبدة بالليمون بالثوم المفروم اللي انا فرماه دوت. طبعا بقى يا بنات بالنسبة للثوم والليمون طبعا هيمنع الزفرة خالص. طبعا يا بنات اسيبها كده لمدة كده ربع ساعة كده او تلت ساعة. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله بدأت ان انا كده احرك الصينية كده او المصفى كده معايا. طبعا يا بنات انا عندي بقى التتبيله كده بتاعت الكبده. طبعا عباره هنا عن ملح وفلفل وكمون وبهارات. عندي هنا برضو كده فلفل حامي يا بنات وفلفل الوان، وعندي هنا ليمون. طبعا بقى في الكبه بتاعتي الجميله ديت، وبدات ان انا افرم الفلفل كله كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده بوله بقى، ونزلت كده بالفلفل يا بنات اللي انا كده فرماه. طبعا انزل بقى بالتوابل كده بتاعتي، ونزلت كده معلقه كبيره توم برضو. ابدا بقى يا بنات ان انا اخلط كده المكونات كده كلها ببعض. طبعا يا بنات برضو انا عندي هنا ليمونتين او 3 برضو اعصرها كده على التتبيله بتاعتي. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله تتبيله سهله جدا. معلقه برضو خل يا بنات كده او معلقتين خل صغيرين. يبقى يا بنات عندي التتبيله بتاعتي عباره عن فلفل احمر او فلفل حامي، وعندي معلقه توم كبيره مفرومه، وعندي ليمونتين 2 كبار ومعلقه خل كبيره، والملح يا بنات بقى والتوابل بتاعتنا الفلفل والكمون والبهارات. تمام. طبعا بقى اقلب يا بنات كده زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم ريحه التتبيله بسم الله ما شاء الله جميله جدا. طبعا بقى انا عندي الكبده بتاعتي برضو كهات يا بنات اتصفت خالص اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى انزل كده الكبده كده على التتبيله بتاعتي وابدا اقلبها كويس جدا. طبعا لو انتي عايزه تاكليها ممكن تعمليها قبلها بنص ساعه. تمام. خلاص يا بنات حطيتها كده في التلاجة كده لمده نص ساعه. طبعا انا عندي هنا الرده بتاعتي، انا رحت كده عند العطار قلت له انا عايزه الرده بتاعه الكبده اللي بالرده. طبعا يا بنات الرده بتبقى عباره عن كده زي ما انتم شايفين. طبعا في فرق ما بينها دي يا بنات الرده الناعمه دي بتاعه الكبده، طبعا الرده الخشنه اللي هي بتاعه السمك لما بنيجي نشوي السمك. عندي يا بنات بقى طاسه كده على النار كده زي ما انتم شايفين، طبعا سايباها كده جهزتها كده للزيت عشان دي اللي هنقلي فيها. طبعا بقى انا طلعت كده الكبده وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله ريحتها جميله جدا. طبعا بقى نزلت يا بنات كده بيها بالرده كده زي ما انتم شايفين اغلفها كلها. طبعا على قد الكميه اللي انا هعملها، يعني على قد ما انتي هتاكلي انت واسرتك هتقلي عشان حتى تبقى بنات سخنه. طبعا انا اللي يتفضل مني هعينه لاكله تانية. تمام.
بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم يا بنات، لما تروحوا عند العطار قولوا احنا عايزين الرده الناعمه بتاعه الكبده اللي هي المقليه. طبعا يا بنات هبدا ان انا اغلف الكبده اللي انا هنقليها كلها كده مع بعض عشان تبقى حتى جاهزه معايا. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى طاسه اهي يا بنات، نزلت كده بشويه زيت كده حلوين. هبدا يا بنات ان انا كده اعلي النار عشان انا عايزه الزيت معايا حامي. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله. طبعا لما تنزلي بالكبده بتاعتك في الزيت الحامي، الزيت يا بنات بيمسك في الرد على طول، ما بتخليش. لو انت نزلتي بزيت بارد الرده كلها تنزل في الزيت. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش هفصل الكاميرا خالص، هتنيني كده معاكم. طبعا انا ماشيه اهو معاكم كده خطوه بخطوه. طبعا هي بالظبط يا بنات دقيقه كده او اقل من دقيقه، واقوم قلبه الكبده على الناحيه التانية. بصوا يا بنات، يعني يا دوب بس كده شمت كده الزيت كده بتاع نص دقيقه، وقمت قلبها برضو. ليه بقى؟ عشان تبقى طريه معاكي. انت لو انت سبتيها في الزيت هتبقى ناشفه، تيجي تاكليها تحسي ان هي ناشفه كده وطعمها مش حلو. لكن دي بصراحه انا بعملها لك زي المحلات بالظبط، لان هم في المحلات يا دوب بيحطها كده في الزيت تشم الزيت ويطلعوه. يبقى يا بنات نص دقيقه على الجنب ده، ونص دقيقه الناحيه التانية. خلاص اسيبها بقى يا بنات تتصفى كده، واحط بقى غيرها. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله. طبعا عشان انا كنت مغلفه الكبده اللي انا هقليها كلها، طبعا معايا جاهزه. مجرد ان انا بشيل الكبده من الزيت بحط غيرها على طول. طبعا يا بنات زي ما انا قلت لكم كده، يعني مجرد كده نص دقيقه واقوم قلبها على الجنب التاني زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى يا بنات بطلعها كده واحطها كده في المصفى بتاعتي عشان تصفي اي زيت فيها. هبدا برضو بنات ان انا اطلعها كده من الزيت. طبعا يا بنات بعد ما وقت للتاني كده، لو انا لسه هعمل كميه تانية، طبعا انا عندي مصفى كده مخليها يا بنات كده ان انا انضف بيها الزيت بتاعي. زي ما انتم شايفين كده نضفت كده الزيت يا بنات، عشان الرده لما بتعمليها كذا مره عليها بتتحرق وبتخلي الحاجه تسود. طبعا سواء سمك او كبده او اي حاجه يا بنات. طبعا حطيت اهو كميه تانية زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم كده يا بنات، انا ما بحاولش ان انا افصل الكاميرا، انا مخليه الفيديو كده شغال عشان تشوفوا الوقت قد ايه اللي انا قلبت فيه الكبده الناحيه التانية. خلاص يا بنات انا عملت كده الكميه هي كلها. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده جوسي كده وطريه، وطعمها وريحتها بصراحه لا يعلى عليه. طبعا احنا عملنا يا بنات كده سلطه الطحينه كده جنبها، وعملت برده كده سلطه كده عباره عن قوطه وخيار كده مخلله. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، جميله قوي 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 قوي. طبعا يا بنات القوطه المخلله كلكم انتوا عارفينها، ممكن تسيبي كده شويه من التتبيله اللي انت كنت متبله بيها الكبده. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، طريه خالص معايا اهيت، واتقطعت معايا كده بكل سهوله. والطعم بقى يا بنات انا مش عايزه اقول لكم طعمها بسم الله ما شاء الله جميل جدا. طبعا انت حاجه كده عاملاها في البيت كده نظيفه وحلوه، وانت اللي متبلاها بايديكي وانت اللي عاملاها، طبعا يبقى حاجتك بيت يا بنات لا يعلى عليها.
يا ريت بقى اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل اي حاجه توصل لكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله.